pourquoi cette plainte contre وجدي غنيم وانت وشكون عملتها وكاسكي الريسك؟ دونك احنا شكاية هذه مجموعة من المحامين، فهمت؟ on a été sollicité مجموعة من المواطنين، مئات المواطنين وعديد جمعيات، فهمت؟ ناس معناها متحيرة برشا، معناها المدة الأخيرة يقولوا لي بلادنا ولات يعني تستقبل في ناس اللي هما قاعدين يخلقوا في فرقة بين توانسة ويقسموا في توانسة بكدا بين مسلمين ومش مسلمين، ويعملوا في البغض بين توانسة وفتنة بيناتنا، ويصبحوا نفسهم مش يدخلوا في سياساتنا الداخلية بطريقة غير مقبولة ماهيش تاع صداقة، وناس تدعو للعنف واستعمال العنف والانتحار، فهمت؟ دعوة واضحة للانتحار، وقت يقول لهم أنت باسم الإسلام تموت خير من تموت متعدية، فهمت؟ دونك هذا الكل خلى ما تصورش العدد نتاع الناس اللي كل يوم يكلموا فينا ويتسالوا كيفاش احنا ساكتين كمحامين كمجتمع مدني كمناضلين دونك هذاك علاش احنا عملنا زوج شكايات. الشكايه الاولى اللي جايه باش نصبوها غدوه هي ضد الجمعيات اللي جابت السيد هذا على اساس ان استعملت معناها الاماكن المعده للصلاه اللي هو القانون واضح فيها، واللي يقول معناها كل انسان ما يحترمش الاجراءات وخاصه الحصول على رخصه قانونيه من الوزير الاول لاستعمال المساجد لاغراض اخرى مع الصلاه، لازم يكون معناها ينجم يتحقق ستة اشهر سجن، لانه واضح النص يقول لا يجوز مباشره اي نشاط في المساجد من غير الهيئه المكلفه اكسترا، إذا كان معناها كسوة معناها اجتماع ولا خطبة ولا بالكتابة أي نوع إلا بترخيص من الوزير الأول. اللي فهمناه توا أو اللي سمعناه أنه الوزير الأول ما عطى حتى رخصة، هذه حاجة الأولى، والناس اللي عطت الرخصة كما وزير الرياضة خاطر متصور المنزه تبع وزير الرياضة، هذوما تحبوا تتبعهم زاده، لانه معناها هذوما شاركوا في عمليات خطيره ياسر على بلادنا، ومعناها قلقت ياسر الاولياء وقلقت ياسر التوانسه، واعتبروا اللي هو معناها جا هنا باش معناها يشجع شبابنا على معناها العنف وعلى الارهاب.